موجودين مثل 60 مول تحديدا نادال اكاديمي والمقر الرئيسي لاتحاد التنس. معنا بطل الكويت عيسى قبازاد، نرحب فيك معنا بالبرنامج. كلمنا، نود نتعرف عليك اكثر، كلمنا متى بلشت اللعبه وش معنى اخترت التنس؟ أول شيء يعطيكم العافية ومشكورين على هاللقاء الحلو. والله بدايتي مع التنس كانت وأنا عمري 5 سنين. كانت بنادي اليرموك. طبعاً دخولي حق لعبة التنس كانت لأن الوالد لما كنا بفرنسا كان يمارس هواية التنس بشكل يومي يعني، فحب إني أجرب اللعبة فوداني نادي اليرموك، كون النادي أقرب نادي للبيت يعني. والحمد لله يعني استمريت مع نادي اليرموك ليومنا هذا، وبعدين التحقت بالمنتخب، ويعني كان خوش تمرين واستفدت وايد من النادي. في المجتمع الكويتي هل تحس ان نفس الكوميونتي موجود فيه، نفس اللي تشوفه لما مثلا تسافر فرنسا لما تلعب البطولات، او اسبانيا او الدول اللي حولنا مصر او الخليج؟ لا طبعا، لان احنا نظام التنس بالكويت غير شوي، يكون مثل نظام انديه ودوري. برا الكويت ما تشوف كذي، تشوف اغلب اللاعبين يعني طموحهم ان يتعبون على التصنيف العالمي، والبطولات اللي نشارك فيها برا طبعا تكون بطولات حق الرانكينج على العالم، فالاجواء تكون شوي غير، يعني الكل يكون مركز على نفسه اكثر. هني يمكن احنا بالكويت في اغلب البطولات تكون بطولات الفرق، مثل ما نقول ان انت تمثل النادي ويكون وياك يمكن 5 6 لاعبين. طبعا الاجواء هني يعني نقدر نقول انها جيده، بس برا الكويت طبعا وبالاخص باوروبا الاجواء مو طبيعيه، يعني حتى ان مشحونه اكثر ولا في تحدي اكثر ولا؟ لا يعني ان مثلا فيها ناس تي تطالع، اهل المنطقه كلهم يطالعون، اذا مثلا يكون عندهم انه هالويكند حق التنس بس. لها شعبيه اكثر من الكويت، اكثر البطولات باوروبا اكثر طبعا، فرنسا واسبانيا بعد اكثر واكثر. فاجواء وايد حلوه لما يشارك اللاعب بهالاجواء. طبعا حتى الملاعب غير، ملاعب ترابيه وملاعب مرات تكون جراس، فتستفيد من هالاشياء. شلون قدرت لما انت بالكويت انت تلعب ما في الا مدربك يطالع، مدرب الخصم، اللاعبين الموجودين، شلون قدرت لما تشارك بالبطولات الخارجيه يعني تنهي توتر عندك او تخففه او تخفف توتر كذا ما تقدر؟ والله طبعا هو شيء يعني لا شعوري، يعني تلعب وانت مرتاح، وطبعا الاجواء تكون وايد اسهل كوني انا متعود على الجو الحار، والشيء هذا وايد فادني برا، يعني يمكن ساعدني باللياقه البدنيه وايد. بس ما واجهت صعوبه، يعني احنا بالكويت يمكن اللعبه مو وايد شعبيه، بس لما تكون عندنا بطولات نفس آسيا أو الخليج أو تصفيات كأس العالم تشوف الملعب يمكن يكون فل. هالشيء يمكن ما يصير إلا يمكن مرة بالسنة أو مرتين بالسنة، بس إن قاعد نشوف إن في ناس في إقبال أكثر وأكثر قاعد يصير على اللعبة، خصوصاً بعد دورة الألعاب الخليجية. فإن شاء الله إحنا نطمح إن اللعبة تتطور تحسن اكثر واكثر يعني. اكيد يعني انت نفس ما قلت انت مشارك من عمر 8 سنين بلشت، فاكيد مع الوقت الضغط شوي يقل، كل ما شاركت اكثر كل ما كانت عندك خبره اكثر بالبطولات سواء المحليه او الخارجيه. ودي اسال يعني احنا عندنا السنجل بالتنس وعندنا الدبل وعندنا الفرق، شو الفرق بين السنجل نعرفه، بس شو الفرق بين الدبل والفرق؟ الفرق بين الدبل والفرق ان الدبل ان تكون المباراه زوجي، يعني لاعبين ضد لاعبين. اما الفرق هي بطوله ثانيه، تكون الفرق تكون ان المنتخب ينزل مثلا يختار لاعبين حق الفردي، واذا صارت فصال اذا خسر لاعب وفاز لاعب يعني تتجه المواجهه حق الزوجي اللي هي اللاعبين ضد اللاعبين، هي اللي هالمباراه تكون هي اللي تفصل ان منو يفوز المباراه او التاي يعني. وهل يختار على حسب المستوى اللاعب ولا حسب الكيمستري اللي بينهم ولا اداءه باليوم هذا بالتحديد؟ هو طبعا على مستوى اللاعب، وبعدين احنا بالتنس يمكن نشوف في لاعبين محترفين بالكامل بس بالزوجي. يعني نشوف احنا يمكن بالكويت ما عندنا كذي، بس المنتخبات الاوروبيه طبعا يجهزون لاعبين غير بس حق الزوجي، يعني يكون هو مريح وينزل
اذا صارت المباراه هذه الفصال ينزلون لاعبين زوجي، يعني ما يلعبون فردي. على الرغم انها هي نفس اللعبه بس ستايل يعتبر غير طريقه اللعب، لان تاخذ مساحه اكبر من الملعب. صح، فيها الفولي اكثر. يعني لعبه الزوجي يمكن تشوف لاعبين ما يكونون فت كثر السنجل، بس يكون موهوب اكثر بايده. شلون يغطي، يعني يغطي مساحه الملعب اكثر كذا ما يقدر. صح. كونك لاعب محترف نادي اليرموك ومنتخب الكويت، ونفس الوقت انت طالب جامعي، شلون قدرت توازن بين الرياضه وبين دراستك؟ يعني طبعا هالشيء مو سهل، شيء وايد صعب، خصوصا اذا لاعب يبي يكون لاعب على مستوى عالي. يعني طبعا احنا بمنتخب التنس يمكن ما نرضى ان المنتخب الكويتي يشارك بس كمشاركه يعني. يعني اول ما احس بهالشيء يمكن انا راح اول واحد راح يبتعد عن هاللعبه. فطبعا ان انا لان التمرين يكون الصبح والعصر فصعب، والجامعه تكون بين التمرينين، فطبعا مو شيء سهل. بس ان طموحي انا ان شاء الله اذا خلصت الجامعه ان احترف بالكامل، يعني فول تايم. اي ان احترف حق سنه او سنتين واشوف نفسي. زين، وكون الجامعه تدري ان انت لاعب محترف سواء بالنادي او انت لعبت بالمنتخب اوريدي، هل اذا جالهم كتاب مثلا من الاتحاد التفرغ الرياضي، هل كانوا يساعدونك بهالمجال ولا كانوا لا يقول لك الدراسه احنا ما نشغل في الدراسه والرياضه؟ لا والله قاعد اشوف انه في تعاون، يعني خصوصا جامعه الخليج. يعني يمكن اول كورس بالبدايه لان ما كنت فاهم السيستم عندهم، بس الحين لا، في تعاون كبير. يعني اي تفرق رياضي قاعد يجي قاعد يوافقون عليه، سواء يعني الكورس اللي طاف انا يمكن غايب وايد، يعني كان عندنا تصفيات كاس العالم، كان عندنا مشاركات خارجيه وايد، بس انه ما قصروا معي الصراحه. يعني قاعد يتعاونون وياي كثر ما يقدرون. يعني بالنهايه الجامعه ما تقدر تساعدني بالدرجات، بس اللي يسوونه انه يسمحوا لي ان اعيد المواد بعد ما ارد، انه كثر ما يقدرون. وهالشيء يساعد انت نفسيا لما اللاعب قاعد يفكر برياضته، يفكر بتمرينه، بنفس الوقت عنده مجال او شغله ثانيه كبيره اللي هي الدراسه. فتعاون الجامعه طبعا هالشيء وايد يسهل الضغط النفسي او حتى ان انت تتفرغ بشكل ذهني لها. ودي توصف لي شعورك عن مشاركتك في بطوله اولمبياد الخليج اللي كانت التنس، وانت في المركز الاول بالفردي وبالافرقه. والله كان شعور وايد حلو. يعني هذه كانت من اهم البطولات اللي فزت فيها، والحمد لله جبت الذهبيه بالفردي وبالفرق. يعني بطوله كانت ناجحه من كل ناحيه، يعني مثل ما انت شايف هالمكان هالمجمع. يعني رافع نادال اكاديمي بالكويت هالشيء وايد طور اللعبه عندنا، ويعني ما ادري اذا كنت موجود، بس الحضور الجماهيري كان ما شاء الله. يعني النهايه حتى الملعب كان فل بالكامل. يعني احس ما ندري، احنا ملعب مباريات التنس تكمل عادي ساعه، ساعه ونص، ساعتين، بس الجمهور كان موجود، يعني كان حضور يزيد مع الوقت. صح، حتى ان يعني بالنهايه التذاكر خلصت، ويعني كودنا اصلا ان الملعب يكون اكبر فوايد وايد وايد يعني استانست، والمشاركه كانت وايد حلوه. كنا يعني اخر لاعب فاز في بطوله الخليج اعتقد عبد الله مقدس او محمد الغريب، قاعد اتكلم عن الفريق الاول، وكانت قبل فتره كبيره، يعني يمكن قبل 2012. فما في لاعب غير هاللاعبين، واللاعبين طبعا يعني مدربيني ولاعب من احسن لاعبين بتاريخ الكويت. لهم خبره طبعا كبيره. احنا ما نعرف محمد الغريب شارك ببطوله استراليا المفتوحه. صح. فانت ودنا نعرف من انت شنو طموحاتك كونك عيسى غابازاد. ما نبي نقول مثلا والله ودي اكون نفس محمد الغريب، ودي اكون نفس اللاعب الفلاني، بس انت شنو هدفك؟ شنو اهدافك القصيره بالفتره الجايه واهدافك الطويله؟ طبعا هدفي مع المنتخب اني ان نتاهل لكاس العالم ونفوز مباريات بكاس العالم، واني اكون بطل اسيا. يعني الطموح بلش ان صرت بطل الكويت وانا عمري 16 سنه، بطل الخليج ان شاء الله، يعني صرت بطل الخليج وانا عمري 20 سنه. فالطموح الجاي لازم يكون اسيا او تصنيف جيد على العالم. وهالشيء طبعا اكيد يرفع راسنا احنا ككويتيين، كناس حتى نحب الرياضه ونتابعها. بس عندي اسئله بسيطه سريعه اذا ودي نجاوب عنها. السؤال الاول، شنو طريقه لعبك المفضله؟
الفولي ولا السماش؟ الهجوم. لعبي هجوم. هجوم للفولي ولا على البيس لاين؟ على البيس لاين، خصوصا يمكن يعني السيرف عندي شوي يساعدني. كون طويل مع أي. طول اكيد يساعد. يعني المفروض بعد السيرف يجوني كور قصار والمفروض اهجم. فلعبي هجومي بشكل عام. اكثر. شنو ملعبك او ارضيتك المفضله؟ الملاعب الهارد. هذا اللي هي نفسها عندنا موجوده بالكويت. اي. هل تحس انه اسهل ولا تحس ان ما في شيء يتحكم التراب، مثلا ممكن تتغير طقه الكره، او مثلا نفس ما قلنا الملاعب الجراس شوي اصعب، فهل كونها مثلا ان شيء انت متعود عليه ولا تحس انه ما في اي تغيرات حولك؟ اعتقد لانه شيء متعود عليه، بس ملاعب الجراس يمكن احنا ما نشارك على ملاعب الجراس وايد، بس اعتقد اذا العب على الجراس لعبي يناسب ملاعب الجراس اكثر من الهارد. اما الكلي اكثر حق اللعب الدفاعي، بعدين ابطا يعني اللعب شوي ابطا، واجواء الكلي يعني ما تنفع حق اللاعب الهجوم. هجوم اكثر. ومنو تشوف بالنسبه لك افضل لاعب بالتاريخ؟ افضل لاعب بالتاريخ طبعا نوفاك جوكوفيتش. يعني شفنا يمكن اخر كم سنه يمكن الجمهور يعني جمهور التنس بالعالم كان يعتقد ان نادال وفيدرر هم اللي راح يكونون احسن لاعبين بالتاريخ، بس ان شفنا طبعا جوكوفيتش الحين يعني هالشيء صار واضح. طافهم بالارقام، طافهم بالارقام، وحتى ان يعني جوكوفيتش كلاعب هو يعني انا بحياتي ما شفت رياضي مو انه لاعب تنس انه الرياضي بهالتركيز يعني، وعلى هالمستوى بشكل مستمر يعني. هو يعني اسمع، شوف نادال عنده طريقته الخاصه، مثلا اللعبه الخاص، فيدر طريقته الخاصه، والكاسيه طريقته الخاصه، بس يقدر يفوز على الناس التوب بكذا طريقه مختلفه، مو بس والله يفوز على نادال ما يقدر على فيدر ولا لا. يعني اسمع نقول مر على اللاعبين كلهم تقريبا، وفوق هذا ارقام هي قاعد تثبت هالشيء. صح. واخر سؤال، شلون تشوف كيريوس، نيك كيريوس كلاعب تنس؟ هل تتابعه؟ اي والله اتابعه. نيك كيريوس يعني طبعا احبه وايد كلاعب، يعني يمكن جمهور التنس شوي ينتقده على يعني التصرفات اللي يسويها كونها لعبه راقيه. بالضبط. بس بالنهايه انت ما يصير تجبر لاعب انه يتصرف بطريقه معينه، يعني يمكن في الفاظ يقولها يمكن هذه مو مسموح فيها باي مكان، بس لاعب يعني كسب جمهور ولا لا جمهوره يعني، ولا يعني طريقته الخاصه. طبعا احنا بالتنس يمكن هالشيء شوي سلبي، ان عندنا اللعبه راقيه بزياده، يعني حتى يعني تشوف مثلا كره القدم عندهم اللاعبين السليبريشنز. كنت شفت اكرم عفيف شنو سوى باسيا، يعني هالشيء يمكن يساعد الرياضه يعني حتى بالسوشيال ميديا. فنيك كيريوس دخل هالموضوع شوي بالتنس، كان شوي دخيل، يعني الناس الجمهور واللاعبين مو متعودين عليه، فدخل يعني بالعكس كان شيء ممتع حق بعض الجماهير اللي هي تحب هالشيء، بس الجماهير المتعصبه للرياضه شافت انه شيء دخيل وما كان يبونه يكون موجود. اي طبعا. بالاخير ودي توجه نصيحه لناشئين في الرياضه هذه واللي توهم يبلشون رياضه التنس خصوصا بالكويت. والله اكثر رساله بيوصلها ان يحاولون الناشئين انه يعني ينسقون بين دراستهم والرياضه، وطبعا يعني الدراسه شيء وايد مهم. كونه يعني مثلا اي لاعب يحب الرياضه، يعني انا ما في احد اكثر مني يحب الرياضه، لكن الدراسه شيء وايد مهم يعني مستقبل اللاعب. وبس انه يعني يحافظ على تمرينه، واللايف ستايل لازم يكون كله يعني كله رياضي متطابق مع التنس، يعني من ناحيه الاكل من ناحيه النوم. يعني اللي بيصير لاعب تنس عمره ما راح يدش لايف ستايل الاجتماعي بالكويت، انه صعب ان انت تنسق مع موضوع مثلا الدواوين، قعدات اللي يطول الساعه 12 واحده. اي صعب، يعني الواحد ما يعني مثلا ما نقول انه يقطع العالم، بس يحاول يضحي شوي حق الرياض. شكرا لك عيسى قبازاد على المقابله هذه الممتعه. تعلمت فيها انا كون يعني احب التنس، فتعلمت احس فيها معلومات جديده اكثر، خصوصا في الملاعب والدبلز والتيم. ودنا الحين ندش ملعب نلعب، بس براحه علينا من المصنفين مصنف اول بالكويت. وانا ودي اكمل ارد العب لعبه مره ثانيه، فخلينا نجرب ندش الملعب نلعب وياك.